أحبتي المستمعين متابعي الأكارم في كل مكان، أحييكم وأحيي ضيفة عزيزة هي معي الآن، مبدعة من اليمن الشقيق. وعندما نقول اليمن فنحن نقصد ارتباطا رائعا وجميلا بين دولتين، هو ارتباط قوي وقديم. معي الآن مبدعة تمارس كتابة الشعر وتمارس أيضا الكتابة الصحفية. الأستاذة سمر عبد القوي الرميمة ولدت في محافظة تعز اليمنية. لها ديوانا شعر، الأول هو ترانيم السمر، صدر عام 2018، ولها ديوان آخر قيد الطبع. تكتب الشعر الفصيح وبالعامية الشعر الغنائي، تكتب مقالات في عدد من المواقع الثقافية. نسعد كثيرا أن نلتقي بها في هذه المساحة. أستاذة سمر، مرحب بك كثير، ونحن سعيدين بك كثير كثير كثير. أهلا وسهلا بك أستاذ إيهاب الأمين، وأنا أسعد بكم، وشكرا لك على هذه المقدمة الجميلة. ربنا يكرمك ويحفظك أستاذة سمر الرميمة. ودعينا نبدأ من هذه المواهب وهذه الإمكانات الإبداعية، كيف تم اكتشافها لدى أستاذة سمر، والأسرة كيف دعمت هذه المواهب لديك؟ بداية أنا كنت أكتب في دفاتر خجولة كمن يضع قدمه في أول الطريق، ولكن بعد ذلك شاركت في أول قصيدة لي عبر مسابقة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة للإبداع، فقلت سأجرب حظي في هذه القصيدة. وهذه القصيدة أعترف أني بنيت كل أمالي وطموحاتي فيها، فحصلت على المركز الأول على محافظات الجمهورية. ومن هنا بدأ الناس يتساءلون من هي سمر الرميمة، وبدأت أستشعر بالمسؤولية لأقدم شيئا أفضل، وأن أصقل تجربتي الشعرية، وأن أطور أدواتي ومن خلال القراءة. وبدأت من هنا. بالنسبة للأسرة، أنا نشأت في أسرة مثقفة تؤمن بالشعر كقيمة إنسانية، لذلك من الطبيعي أن يشجعوا ويؤمنوا في موهبة سمر. ما شاء الله. لكن أستاذة سمر، يمكن مدهش قليلا إنه أول ما تبدأي من مسابقة، تشاركي في مسابقة قبل أن تطلعي أشعارك لواحد من الأسرة مثلا يكون له باع في هذا المجال، أو أساتذتك في المدرسة مثلا. طبعا كان هناك كتابات كما قلت لك، كنت أكتب في دفاتر خجولة، وبدأت فتحت صفحة في الفيسبوك عام 2013 تقريبا، وكنت أكتب قصائد ولم يكن لدي أحد يتابعني. لكن ذات يوم علق علي أحد النقاد المصريين اسمه الأستاذ عبد الحافظ بخيت متولي، قال لي كانت قصيدة روحانية، هل هذه القصيدة من كتاباتك؟ فقلت لهم لي أنت مشروع شاعرة جيدة جدا. بدأت أكتب كما قلت لك، ولكن قصيدة وطن السلام كانت هي البداية لتكون جسر تواصل بيني وبين الجمهور. ما شاء الله. ممكن نسمع هذه القصيدة أو جزء منها، قصيدة وطن السلام؟ نعم. من بين كراس به أوراقي سطعت حروف النور في أعماقي، وجدت تغني للحياة بلهفة وتمايلت مشتاقة لعناقي، عانقتها بسعادة حتى غدت مني كنور العين في الأحداق. يا أحرفي شد الرحيل إلى الدجى كفراشة ثم انثري أشواقي. يا سائلي ما وجهتي ما مطلبي ما غايتي في الليل والإشفاق، أرنو لنشر ثقافة يسمو بها قلبي وأوطاني وكل رفاقي. مستقبلي أمل به لن ينثني عزمي ولو شدوا علي وثاقي. مستقبلي أدب فنون لوحة ممزوجة
بمكارم الأخلاق، مستقبل اليمن السعيد على يدي، أسعى لنشر محبة ووثاق. هذا جزء من القصيدة. يا سلام يا سلام، هذا نص رائع رائع جدا. أستاذة سمر، يبدو أنك قد بدأت كتابة الشعر من اللغة الفصيحة ولم تبدأي بالعامية كما يفعل معظم الشعراء. طبعا جدي المرحوم الفقيه والعلامة عبد الله الرميمة كان شاعرا، ووالدي أيضا شاعر، فأنا تأثرت بأسلوب والدي في كتابة الشعر الفصيح وبأسلوبه الجميل في الإلقاء. لذلك مشيت على دربه، ولكنني شيئا فشيئا استطعت أن أتحرر من إطار والدي لتكون لي تجربتي الخاصة وبصمتي الخاصة. ما شاء الله. طيب، يعني السؤال، لماذا لم تحاولي الاستفادة من آرائهم في كتابة أشعارك أستاذة سمر؟ طبعا أنا بيني وبين والدي صداقة جيدة جدا، حتى أنه في نقيله دائما أتسامر أنا وهو، يعني منذ وأنا صغيرة، فدائما عندما يكتب هو أو أكتب أنا نتسامر ونتحاور، ودائما أستفيد من خبرته. نعم. مدينة تعز مدينة يعني معروفة بأنها مدينة جميلة ومميزة. إلى أي مدى ساهمت هذه المدينة في تكوين وبناء هذه الموهبة لديك؟ طبعا أنا ممتنة لله عز وجل أني أنتمي لهذه المدينة الساحرة، وولدت فيها في قرية صغيرة تحديدا في أعلى جبل من هذه المدينة، ومنذ نعومة أظافري وأنا أرى الاختلاف في التضاريس والاختلاف في في الفصول. هذه القرية وهذه المدينة غريبة جدا، تتشكل في اليوم الواحد ترى الصيف وترى الشتاء وترى الخريف وترى جميع الفصول في اليوم الواحد. خلال مراقبتي وتأملي منذ الطفولة لهذه التضاريس وهذه الطبيعة الساحرة والمختلفة ساهمت في تشكيل نظرتي للحياة إلى أن الاختلاف هو سنة الله في الأرض. معنويا أن الاختلاف هو سنة الله في الأرض. أنا إلى الآن دائما أدعو إلى السلام من خلال تشكيل طبيعة تعز لمخيلتي أننا نعيش في هذا الوطن مهما كان اختلافنا ومهما كانت طوائفنا ومهما كانت انتماءنا، إلا أننا ننتمي إلى هذا الوطن الواحد. إلى أن تعز طبعا تشتهر بإنتاج المبدعين، كثير من المبدعين اليمنيين في اليمن وفي الوطن العربي ممتاز فنا وثقافة. ما شاء الله. طيب أستاذة سمر، أتيحت لك الفرصة لزيارة مدن أخرى ومناطق أخرى في اليمن، واليمن كما نعرف إذا كانت مناطقكم هذه مناطق جبلية، فهنالك مناطق قد تختلف في أجوائها، في طقوسها، في بعض التفاصيل نعم، نحن انتقلنا إلى المدينة، من القرية إلى المدينة، فامتزجت قساوة القرية والجبلية إلى رفاهية المدينة والاختلاف، فكانت صدمة أن أنتقل من مكان جبلي إلى المدينة، ولذلك ساهم ذلك في اتزان شخصيتي. أنا حاليا مقيمة في مدينة صنعاء، هذه المدينة الرائعة التي تشمل كثير من أبناء المحافظات بدون أي تمييز. نعم. أستاذة سمر الرميمة، يمكن في كل أو في معظم المناطق العربية تحاسب المرأة كما لا يحاسب الرجل، فعندما تكتب المرأة أي أحاسيس عاطفية هذا قد يثير بعض الإشكالات للأسر من الأهل مثلا، بالذات في القرى. هل حدث أمر مثل هذا لدى سمر؟ طبعا إذا تكلمت عن المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع اليمني بشكل خاص، فهو مجتمع مثقف وواعي ويحترم المرأة التي تحترم إطار وعادات المجتمع، التي لا تخرج عن الإطار وعادات المجتمع. فأنا كتجربتي الشعرية مكونة من شعر
يحتوي على الشعر الروحاني، الشعر الوجداني، الشعر الوطني، والشعر العاطفي الذي لا يخرج عن عادات وتقاليد المجتمع، حتى ما لا يخرج عن إطار المجتمع يتقبله المجتمع. حين ننتقل قليلا إلى الغناء، كيف خرجت قصيدتك من الدفتر ووصلت إلى الموسيقيين والمغنين؟ طبعا تجربتي الغنائية أنا كمتذوقة للفن اليمني والعربي، وأريد أن أخبرك شيئا أني من عشاق الفن السوداني، لأني والحمد لله عشت في فترة القنوات الفضائية تقريبا نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. بعد الساعة الثامنة في برامج القنوات التلفزيونية دائما تعرض أغاني سودانية، وهذا دليل على الترابط الكبير بين اليمن والسودان، وخاصة أغنية من شعرها الذهب، أكيد أنت تعرفها. من شعرها الذهب؟ نعم، هذه رائعة الشاعر السوداني أبو آمنة حامد، ألحان عبد اللطيف خضر، وتغنى بها الفنان الراحل صلاح بن البادية. سال من شعرها الذهب فتدلى ومن سكب، واحدة من الأغاني الجميلة حقيقة، وهذا يدل على أنه ذوقك راقي جدا أستاذة سمر، ما شاء الله عليك. الله يسعدك. فأنا دائما أترنم بجميع أنواع الفن. بعد فترة من الفترات تعرفت على الفنان اليمني الكبير عبد الباسط العبسي، وعرضت عليه قصيدة غنائية فأعجب بها كثيرا. الفنان عبد الباسط عبسي، وهو الملقب ببلبل الفن اليمني. ما شاء الله. نعم، فعرضت عليه القصيدة، فعندما قرأها قال لي أنت وتستحقين التشجيع. فعلى طول لما قرأ القصيدة عزف على طول وأسمعني. فكانت هذه القصيدة أول بيت فيها: ودعتك الله روح ماني بزعلان، يلي سهامك غائرة في جروحي. فلحنها وشجعني، قال استمري. فبدأت بكتابة الكثير من القصائد، ولحن وغنى لي 5 من القصائد، وهذه كان بداية قوية أن أبدأ بفنان بحجم الفنان الكبير عبد الباسط عبسي. بعد ذلك كنت أكتب قصائد، وبعض الفنانين يطلبون مني أن أكتب لهم قصائد، وأغنى لي كثير من الفنانين اليمنيين المسلمين. أستاذة سمر، أنا مما قرأته عن كتاباتك وعن بالذات الأغنيات التي وصلت إلى الجماهير، تحدثوا عن أنه يعني أعمالك وكلماتك أحدثت تغيرا في ملامح الأغاني. ما هذه التغيرات التي أحدثتها أنت أستاذة سمر؟ ربما لأني كاتبة شاعرة، لأنه نحن في مجتمع محافظ، نادرا أن تجد شاعرة ما تكتب في الفن الغنائي. فهذا استقبله الشعراء الآخرين وبعض النقاد باستحسان. أما أن يكون هناك تغير فهذا هو رأي الجمهور، لا يستطيع أحد أن يمدح نفسه ويقول أنا استطعت أن أغير أو أن أجدد. نعم، لكن يبدو واضحا أنك تهتمين اهتماما كبيرا بمسألة التجديد في الكتابات الشعرية. طبعا التجديد في القصيدة يعني يكون تجديد كلي، لا يقتصر على جزء واحد في القصيدة. يعني لابد أن يناسب طبيعة العصر من حيث الإيقاع والمعنى الجديد والمختلف. وأرى أن القصيدة الغنائية تحتاج إلى مهارات أكبر من القصائد الغنائية في الفصحى، وأتصور أنها فعلا صعبة. وطبعا إحنا كم قرأنا وسمعنا قصائد مبناها يختلف عن معناها، مما يشعرنا بوجود نشاز معين عند تلقي هذا النوع من القصائد. فأنا دائما أطمح في تجديد القصيدة الغنائية، لكن بوعي، بحيث أن اللغة والإيقاع والمعنى وطبيعة اللحظة التاريخية التي تكتب فيها القصيدة نحافظ على هذه العناصر، لأنه دائما يعني ترند الأمس لا يصلح أن يكون كاليوم. يعني إضافة لمسات، وهذا يعتمد على ذكاء الشاعر والملحن.
نعم، الشاعرة الأستاذة سمر الرميمة من دولة اليمن، هنالك ملاحظات في الغناء بشكل عام في الدول العربية. يعني على الرغم من أنه الناس الموسيقيين اتجهوا إلى العلم والدراسة، لكن نجد أن معظم الملحنين يبحثون عن الكلمة متناهية السهولة، الكلمة اللي ربما تكون معانيها يعني ليست بالعمق الذي يجب أن يكون، مما يجعل هنالك يعني فجوة. تلاحظ أنه بعض الشعراء يكتبون أشعار رائعة جدا لكنها لا تجد القبول لدى الملحنين. هذا طبعا يعني يقلل من مستوى الأغنية. رأيك شنو في هذا الكلام؟ أنا دائما أقول أنه هناك يوجد مثلث للإبداع، اللي هو الكاتب والنص والمتلقي. الشاعر الذكي هو الذي يستطيع أن يصنع جسر إبداعي وجمالي بينه وبين النص، ولا يحدث بينه وبين بنية القصيدة أي صدام، وبين جمهور القصيدة أي صدام. التطوير في القصيدة يعني ضروري جدا، ولكن مع المحافظة على القيم ورسالة الأغاني. نجد أن أي قصيدة غنائية لا تناسبها، يعني يناسبها الفصحى، لكن يلتزم ببحور الشعر وبالمعنى وبالرسالة كما قلت لك. ومن المهم عند كتابة القصيدة الغنائية أن يكون المبنى دالا على المعنى بإحكام. يعني أما كما قلت السهولة، هذا يعتمد على البحر الشعري. يوجد لدينا بحور شعرية غنية جدا وأوزان شعرية بسيطة ربما تتناسب مع سرعة العصر. هذا كله يعتمد على الشاعر الذكي كيف يستطيع توظيف هذه القصيدة مع الذائقة. نعم أستاذة سمر، يعني أنت قلتي أنك استمعت إلى الغناء السوداني وأحببت بعضه. هنالك ملاحظة، وهذه لاحظتها أنا شخصيا، يعني هنالك تشابه كبير جدا بالذات في مسائل الغناء ما بين السودان واليمن. الطعم متقارب، الإحساس متقارب. يعني ما يقوله كثيرون في السودان أن السودان واليمن كانتا دولة واحدة، والسودان واليمن كانا شعبا واحدا أيضا. يعني أمر نحن نكاد نصدقه ونؤمن به. تعليقك؟ نعم، أولا العلاقة بين اليمن والسودان متجذرة منذ أزمان وأزمان، وذلك أعتقد بسبب البعثات التعليمية التي كانت متبادلة بين السودان واليمن. تقريبا أول مدرس في الصف الأول الابتدائي درسني كان من السودان الشقيق، كان مدرسا للغة العربية، درست على يديه. كنا في حالتنا يعني مألوف جدا أن نرى سودانيين يتعايشون معنا واكتسبوا من ثقافتنا ومن عاداتنا ومن تقاليدنا. فحتى أنه كثير من السودانيين وكثير من اليمنيين أيضا المتواجدين في السودان يقولوا لا نشعر بالغربة في السودان، لأن نفس العادات ونفس التقاليد ونفس الفن ونفس الثقافة. حتى والشاهد على كلامي أنه الدكتور نزار غانم مؤسس أسرة سوماليون، هذا الاسم العريق والكبير والممتد من أيام الشاعر الكبير البرزوني الذي استشاره الدكتور نزار غانم فقال له: أنا لا أستطيع التمييز أو التفريق بين الشعراء اليمنيين والشعراء السودانيين، أنا أحبهم وأريد أن أجعل اليمن والسودان وطن واحد، فما رأيك في تسمية سوماليون؟ فكما عرفت أن الشاعر البرزوني قال له: ما رأيك باسم يماسودي؟ ولكن الدكتور نزار غانم رجح اسم سوماليون. وطبعا الدكتور نزار غانم يحمل الجنسية السودانية. فبعد ذلك أفل نجم هذا الاسم، ولكن بعد مدة طويلة أنتج الدكتور نزار غانم كتابا أسماه جسر الوجدان بين اليمن والسودان. يا سلام. ودعينا أستاذة سمر نرسل التحية للبروفيسور نزار غانم صديقنا المبدع الجميل، يعني ما نعرف نسميه يمني أم نسميه سوداني، لكن هو
يعني جمع الأشقاء له جهود كبيرة في هذا المجال. ولا ننسى أنه عندنا مبدعين داخل السودان من أصول يمنية، يعني الفنان الطيب عبد الله، الموسيقار والملحن الله يرحمه ناجي القدسي، وأسماء ترتبط ارتباط كبير أو تربط ما بين السودان واليمن. طيب أستاذ سمر، يعني جهود نزار غانم هذه إلى أي مدى أنت تحسي بأنها أفلحت وحققت التواصل المطلوب؟ يعني جهود الدكتور نزار غانم تنعش العلاقات اليمنية والسودانية، وأي مطلع على هذه العلاقات مباشرة يذهب إلى كتب الدكتور نزار غانم ليعرف الجذور العريقة والمتأصلة بين الشعبين. نعم، وهذا إنجاز كبير له بالإضافة إلى رسول الدكتور نزار غانم. نعم، الشاعرة الأستاذة سمر رميمة، الجمهور في الغالب عندما يعني يتعود على طريقة معينة في الغناء وفي الشعر الغنائي ربما لا يقبل التجديد، وأنت مهتمة كثيرا بأمر التجديد. كيف تستطيعين تجاوز هذا الموضوع وتستطيعين يعني تثبيت أفكارك وإقناع المتلقي بها؟ طبعا الجمهور هو ميدان الإبداع، ولا يمكن أن نكتب شعرا لا يتناسب مع الجمهور، لأننا نكتب له، وعلينا أن نعرف توجهات ذائقته ونحترمها حتى نحقق لديه لذة التلقي. وأيضا من حق الجمهور تفكيك النص وإعادة إنتاجه وفقا لخبرات ذائقته الفنية والجمالية. لذلك أصبح الجمهور جزءا من مثلث الإبداع الذي ذكرته في السؤال السابق، مثلث الإبداع اللي هو الشاعر والنص والمتلقي. ودائما الشاعر الذكي لا يظلم المتلقي بنصوصه الشعرية ويجعل الشعر مستغلقا عليه فيدفعه إلى هجران النص أو مقاطعة الشعر. والشاعر الذكي أيضا هو الذي يأخذ بناصية المتلقي حتى يصنع جسرا إبداعيا وجماليا بينه وبين النص. أستاذ سمر، لابد من الوقوف عند الحرب، والحرب عند المبدع تختلف كثيرا عن الآخرين، لأن المبدع يتعاطاها، يعني يتعامل معها باعتبار أنها محفز مهم جدا للكتابة ولا يمكن تجاوزها. نتوقف عند التجربة السيئة، تجربة الحرب في اليمن، وإلى أي مدى كان هنالك تأثير على كتابات الأستاذة سمر الرميمة؟ طبعا الحرب في اليمن وكما هي أيضا في السودان ساهمت في تشكيل التجربة الشعرية أو توجه النص الشعري إلى تجسيد معاناة الوطن وتجسيد معاناة الناس التي عانت كثيرا من تبعات الحرب. والشاعر أيضا هو لسان الشعب، وهو الذي يتحدث عن معاناة الشعب بأبيات شعرية، يعني يتأمل في الوضع والمعاناة ثم يعيد تشكيل الواقع من خلال أبيات شعرية مناسبة. الأستاذة سمر الرميمة الأديبة الشاعرة من اليمن الجميلة، نحن نشكرك كثير جدا على هذه الدقائق وعلى هذا الحديث اللطيف الطيب، ونعد المستمع بجزء آخر من هذا الحوار. ألف شكر. شكرا جزيلا لكم.